مساء الخير عليكم. اليوم بتكلم لكم بالتفاصيل عن طريقة استخراج رخصة القيادة. طبعا أول شيء رحت مبنى المرور اللي في جامعة الأميرة نورة، وهناك الفاحصة رح تقيمكم 6 ساعات أو 15 ساعة أو 30 ساعة للي ما يعرفون يسوقون. بعدها رحت هذا المبنى، مبنى التدريب. طبعا هناك أختار اليوم والوقت والتاريخ اللي رح أبدأ فيه التدريب، وتدفعون بعد هناك المبلغ كامل حق التدريب. طبعا اليوم أول يوم أحضر الدروس، توني في الدرس الثاني، مرة طويل، الله يسهل. وصلنا لتدريب المحاكاة. الحمد لله يا بنات، خلصت الاختبار، مرة كان سهل ممتع، الحمد لله يا رب. بعد ما طلعت نتيجة الاختبار النظري تقريبا جلست 3 أسابيع ونص، شهر تقريبا، وبعدها جاتني الرسالة اللي أقدر أسجل فيها للتدريب العملي. ويا صباح الخير عليكم بنات. اليوم ببدأ أول يوم تدريب رخصة القيادة، فالحين جهزت كل شيء وانتظر السيارة تجي. أنا الفاحصة قيمتني 30 ساعة، فكان التدريب العملي حقي لمدة 11 يوم. طبعا تروحون مبنى مختلف عن مبنى المرور ومبنى الاختبار النظري. هذا مبنى أتوقع اسمه التدريب العملي، وهناك يعطونكم رقم السيارة وتدورون عليها في الباركينج. وهنا كنت رايحة أسوي تحليل الرخصة. طبعا سويت التحليل قبل الاختبار بيومين، والنتيجة ترى تطلع في نفس اليوم، ما تاخذ أبدا وقت. زين، يا صباح الخير. طبعا اليوم آخر يوم تدريب عملي، ومرة متحمسة. الحمد لله يا بنات، خلصت الاختبار التدريب العملي، الحمد لله يا رب. كله قالت المدربة إن سويته مضبوط. اليوم كان طبعا تقييم، فانتظر رسالة الترشيح حقت الاختبار. إن شاء الله يا رب أعدي وأصور لكم كل الفلوق إن شاء الله مع الرخصة إن شاء الله بإذن الله. بعد ما تخلصون التدريب العملي بعدها بساعة يرسلوا لكم رسالة الترشيح للاختبار، تختارون اليوم والوقت والتاريخ اللي أنتم تبونه. وهنا كان اليوم حق الاختبار. كنت مرة متوترة وخايفة الصراحة، لأن المواقف كانت شوي عندي صعب. وهنا كنت في الطريق رايحة للاختبار، صراحة كنت مرة متوترة وخايفة، وكنت قاعدة ناظر السيارات كيف يمشون وانتقال المسارات وكل شيء. والحمد لله الاختبار كان سهل، كان لمدة 5 دقائق. والفاحصة هي تعلمكم، يعني مثلا تقول لكم انتقلي لليمين، انتقلي لليسار، خذ الدوار سيدة، خذ الدوار يمين، وسهل إن شاء الله والله، يعني ما هو بصعب أبدا، والحمد لله عديتها على خير. الاختبار راح يكون في مبنى مرور جامعة الأميرة نورة، أول مبنى رحته عشان يقيمون القيادة. أتوقع هنا بنختبر. وهنا كنت جالسة بعد الاختبار، كنت مرة فرحانة، وجلسنا تقريبا لمدة 10 دقائق عشان تعبي بياناتنا في الكمبيوتر. بعدها بتاخذون رقم عشان تطلعون الرخصة. والحمد لله على بركة الله يا بنات، استلمت الرخصة، الحمد لله يا رب. خلاص طلعت الرخصة الحمد لله، وإن شاء الله عقبال السيارة يا رب. تسديد رسوم الرخصة يكون عن طريق البنك، وتطلع لكم في نفس اليوم، يعني بعد ما تخلصون الاختبار تاخذون الرقم تطلع لكم في نفس اليوم، وما يطول، يعني تقريبا كل نص ساعة كذا وتطلع الرخصة.
وهنا أهلي كانوا مجهزين لي الكيكة وكانوا بيسووا لي مفاجأة. طبعا أنا جيت بدري وخربت كل المفاجأة، بس الحمد لله يعني أنا انبسطت فيها. وبعد صديقتي أرسلت لي هدية.